المفروض ان الفيديو ده كان متصور من تقريبا سنه او يمكن اكتر من سنه كمان بشويه حلوين يعني، ولكن هو ما اتنشرش بصراحه لسبب مش معروف بالنسبه لي بصراحه يعني. بعد ما صورت فكره الفيديو او بعد ما صورت الفيديو ده من سنه بالظبط، كنت حاسس ان الفكره مش هتبقى ريليفنت قوي او مش ناس كتير هتحب انها تتفرج عليها يعني، ولكن سنس ان انا بعاني من الفقر الابداعي في هذه الفتره، فقررت ان انا امسك الفيديو ده تاني واعمل له اديتنج للمره الرابعه تقريبا. يعني انا دي رابع مره اشتغل على الفيديو بعد كده اجي في النص اقول لا 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 مش هشد الناس، وبعد كده ابتدي ادتش الفكره كلها يعني. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وعامه الفيديو مش هيبقى يعني ملائم مع كتير من الناس يعني، بس ان شاء الله الناس اللي بتتفرج عليه يعجبها الفيديو يعني. واسيبك مع الفيديو. اوكي. الاخبار، ازيك عامل ايه؟ عارف والله اني متاخر عليك جدا جدا في تنزيل الفيديوهات اللي المفروض انها تنزل بشكل اسبوعي زي ما اتفقنا، فدعني بس اتخرج على خير ان شاء الله باذن الله، وبعد ما اتخرج بقى نقعد انا وانت ايه نعمل فيديوهات ونتكلم من هنا للصبح عادي. انا في الحقيقه يعني شغال شغال الشغلانه اللطيفه دي بقالي تقريبا سكه ايه 2 أو 3 سنين يعني. انا الشخص اللي بيقعد يتعامل بقى مع الفيديوهات بتاعتك، واللي بيقعد يفكر ازاي الفيديو بتاعك يخرج منه قصه، ازاي اقدر اوصل فكره الفيديو والكلام الايه الكلام الكبير ده. وشغلانه المونتاج عامه معروفه انها اقرب للفن اكتر ما هي اقرب للشغل، يعني لازم تشتغلها وانت مروق على حالك كده وبتشرب حاجه وامورك كلها تمام عشان تعرف تطلع افضل نتيجه، لانها بتعتمد زي ما قلت لك على الفن بشكل عام يعني. وزي اي حاجه في الدنيا مش كل الناس بتشتغل بنفس الطريقه، كل واحد وليه طريقته اللي متعود عليها واللي بيشتغل بيها واللي بيقدر بيها يطلع نتيجه، وده المهم بالنسبه لنا يعني. وعشان كده برامج المونتاج بتيجي بانترفيس كاستمايزابل اكتر، تقدر انت تخصصها او تقدر انت تظبطها وتهيئها كده للاكثر فورم مريحه بالنسبه لك، بحيث يعني ان كل واحد يرتب النوافذ او الويندوز بتاعت البرامج بالشكل المريح ليه اكتر. بس الفكره هنا في حاجه صغيره، كل الفيديو اديتورز بيشتركوا او مش كلهم، خلينا نقول معظمهم بيشتركوا في حاجه واحده بس، ان شاشه واحده مش كفايه. الموضوع في ايه؟ انك انت لو بتتعامل مثلا مع البريمير اللي هو اكتر حاجه مشهوره في موضوع الفيديو اديتنج ده، هتلاحظ ان فعلا شاشه واحده مش كفايه، لانك انت نسبه او الكميه من الحريه اللي انت واخدها في تغيير ترتيب البرامج او في تغيير ترتيب النوافذ بتاعت البرنامج والشكل بتاعه هتبقى محدوده جدا، انها هتكون بس في شاشه واحده. فانت كل اللي هتعمله ان انت بس هتغير الترتيب بتاعهم او هتغير الطريقه اللي هم محطوطين بيها، ولكن انت ستيل في نفس الشاشه الواحده. اما بقى لو انت عندك شاشتين، فانت تقدر تعرض كميه من النوافذ في شاشه وتخلي شاشه ثانيه تعرض عليها يعني فاهم عدد تاني من النوافذ. انا عارف ان الموضوع يبان معقد بس هوضح لك يعني. على سبيل المثال اشهر فورم الفيديو اديتورز بيعملوه وانا منهم يعني، ان بخلي ويندو بس للبريفيو او للبروجرام مونيتور، الشاشه اللي بنعرض عليها المحتوى بتاعنا، والويندو الثانيه بحط عليها كل حاجه حرفيا او كل النوافذ حرفيا بتاعه البرنامج. والموضوع ده عامه بيسهل جدا جدا عمليه الايديتنج، وهنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل قدام يعني. واحد من اكتر الاسئله اللي بتسالها حرفيا لما بوري البي سي بتاعي لاي حد، ليه بتستخدم بي سي بشاشتين؟ خلينا ناخد الموضوع ببساطه شديده جدا. مبدئيا الكونسيبت بتاع الشاشتين مش مفيد بس في حاله الشغل. مثلا على سبيل المثال اقدر اكون بتفرج على محاضره او سيكشن على شاشه، وفي نفس الوقت برضو بكتب النوتس بتاعتي على الشاشه الثانيه في ملف وورد على الشاشه الثانيه، غير بقى ما افضل اعمل ماكسمايز ومينيمايز للمحاضره او للوورد بتاعي. اقدر بمنتهى البساطه ابقى مشغل المحاضره او الليكتشر او ايا كان اللي انا بسمعه على شاشه، والوورد على شاشه ثانيه. في برضو حاجه ثانيه ولكن هي مش بتحصل كتير، ان انا ممكن اكون فاتح البريمير على شاشه وفاتح الفوتوشوب على شاشه ثانيه، وده طبعا بيخلي الرام فاهم يصوت يعني، فعشان كده الموضوع ده مش بيحصل كتير يعني. والموضوع برضو ممكن يبقى مفيد في حالات لو انت تعمل ريسيرش مثلا زي حالاتي للكليه او لاي حاجه. لو انت تعمل ريسيرش تقدر تبقى فاتح البراوزر على شاشه، وتقدر تبقى فاتح نفس ملف الوورد برضه على شاشه ثانيه، عشان تقدر ان انت تنقل المعلومات بتاعتك كوبي بيست حرفيا من الريسيرش او تكتبها باسلوبك على حسب يعني. ظل واحد من اعظم الاستخدامات للدول مونيتور سيت اب وهو الميتنج مع الشغل. لو انت مثلا في زوم ميتنج ما ومضطر ان انت تشتغل وانت في الميتنج ده، او بتعرض شغلك على حد كلاينت رئيسك في الشغل ايا كان، تقدر تعمل كده بشكل ممتاز حرفيا مع الدول مونيتور سيت اب، لان انت بتحط الزوم كلها في شاشه وشغلك في شاشه ثانيه، وتقدر ان انت تعرض بحيث ان انت تتابع الكول، تتابع لو في حد خرج او لو في حد بيتكلم او حاجه من غير ما تبقى قلقان، وفي نفس الوقت برضه تمارس شغلك او تعرض شغلك بشكل طبيعي يعني. فدي برضه واحده من اكتر الحاجات او واحده من اكتر المواقف اللي انا لاحظت ان انا بستخدم فيها الشاشتين بشكل كبير. الحاجات دي بصراحه مش مقنعه قوي ان انت تشتري شاشه ثانيه يعني. لو انت اوريدي عندك شاشه، الحاجات دي كلها حاجات فاكس يعني عادي، مثلا هبقى اعمل مينيمايز وماكسمايز عادي فاهم، مش هبقى ارد على الزوم ميتنج، هبقى اخش زوم ميتنج بالموبايل بس فاهم، هتتصرف يعني، ولنقل ان انت هتتصرف. يبقى الحاجات الاساسيه اللي فعلا لو انت معاك مونيتور واحده تخليك تشتري مونيتور ثانيه عشان تاخد المزايا بتاعه الدول مونيتور سيت اب. I understand nothing.
مبدئيا قبل ما اكمل او قبل ما ابتدي خليني اقول بس ان الاسباب دي كلها متوجهه للشغل او للجيمنج. يعني لو انت حد بتستخدم الكمبيوتر عندك استخدام عادي مفيش اي جدال ان الشاشتين هيسرعوا البرودكتيفيتي بتاعتك، هيخلوك اسرع في انتاج حتى المهام اليوميه بتاعتك، ولكن هيغيروا تجربتك بشكل جذري دي ما اعتقدش. يعني ما اعتقدش ان انت تحس بالفرق الجذري لو انت مش بتستخدم الشاشتين دول في شغل او في جيمنج، فمش هتحس يعني شغل اقصد بيه مونتاج يعني او جيمنج، فمش هتحس فاهم بالفرق اللي انا بقول عليه ده. انا متعود ان انا اخد راحتي جدا جدا في البريمير. انا فعليا بنطور الشاشات بتاعه البريمير او بنطور الويندوز بتاعه البريمير كده في كل حته في الشاشتين، وببقى حاسس ان انا واخد راحتي وانا مبسوط كده فعليا وانا بستخدم شاشتين. لو شاشه من الشاشات دي انا مثلا كنت مضطر ان انا مثلا بعمل حاجه تانية على الشاشه، او في كول مثلا او في ميتنج على شاشه بشتغل على شاشه واحده، فبحس ان انا متكتف، ما بقاش حاسس ان انا فاهم، حتى ما بقاش حاسس ان عيني جايبه كل الشاشات بتاعه البرنامج. مبدئيا بالنسبه لللاي اوت بتاع البرنامج فزي ما اتفقنا دي حاجه بتاعتك انت، ولكن انا حابب اشير معاك اللاي اوت اللي انا بستخدمه او الورك سبيس اللي انا بستخدمها اللي بتساعدني نوعا ما على انتاج الفيديوهات بتاعتي بافضل شكل. هنا في اول شاشه نلاقي ان في ايه، في اول حاجه ده انا اللي هو البريفيو او البروجرام مونيتور اللي بيبقى عليها المونيتور بتاعتنا. طبعا ده اسمه البروجكت اوديو 2 3، ما اعرفش ليه بصراحه بس ايا كان يعني. المهم هنا ده البروجرام مونيتور، وهنا ده الافكت كنترولز، وده السورس اللي هو لو دوست على حاجه في التايم لاين الناحيه الثانيه تظهر هنا السورس بتاعها، البروجكت اللي فيه كل الفيديوز والحاجات بتاعتنا، وفي هنا الافكتس بقى كلها بتاعت الايه، بتاعت البرنامج. اوكي بالانتقال الى الشاشه الثانيه زي ما انت شايف هنا ايه بقى، هنا يركب التايم لاين. هنا في التايم لاين بكل حاجته حرفيا يعني، والتولز برده موجوده بحيث ان انا ايه حبيت مثلا اضيف حاجه بتاع فاهم عشان اركز اكتر في التايم لاين. وفي نفس الوقت برده وانا بتحرك هنا من التايم لاين هناك على الشاشه اللي هناك بيبقى ظاهر الايه الحاجه فاهم، عشان تعمل الفورم دي بحيث ان ده بيسهل عليك قوي موضوع الايه انك تبقى مركز حتى في الفيديو وانت بتعمله اكتر حاجه يعني. وعلى فكره مش انا الواحد اللي عامل اللاي اوت ده كل الناس حرفيا او معظم الناس حرفيا عامله اللاي اوت ده. في ناس اصلا بتزود كمان في الموضوع ده انها تعمل فول سكرين بريفيو فيديو بلاي باك، وده انها تكبر حجم الفيديو اللي هي بتعمله اديتنج يبقى واخد الشاشه كلها. فعلا الموضوع ده بيبقى لذيذ يعني. برضه مش فاهم ايه الاسباب برضه اللي تخليني اشتري شاشه ثانيه. زي ما اتفقنا لو انت في حته الفيديو اديتنج او لو انت شغال اوريدي شغلانه شغال مثلا بتانيميت حاجه او انت انيميتر او ايا كان، فكره الشاشتين هتسهل عليك جدا جدا فكره الشغل، لانها بمنتهى البساطه بتسمح لك ان انت تقسم الشاشات بتاعت البرنامج بتاعتك على حسب الشاشتين بقى، وعلى حسب انت عايز تعمل لاي اوت عامل ازاي. وده برده بيعلم البرودكتيفيتي بتاعتك وبيسرع من السرعه بتاعتك في اداء التاسكات. يعني بتحس ان انت مرتاح كده واخد راحتك وعينك مش فاهم، عينك مش متضايقه كده او عينك مش بتوجعك ان انت بتبص في شاشه واحده، بل بالعكس انت عندك البرنامج كله متوزع على شاشتين، فده بيسهل عليك الشغل بنسبه كبيره. ده من وجهه نظري هو السبب الوحيد اللي يخليك تتوجه لشاشتين لو انت شغال بالذات في موضوع المونتاج ده. طيب اذا ده موضوع الشاشتين ده طلع مهم وطلع فعلا بيعلي البرودكتيفيتي بتاعتك وبيعلي فاهم بيخليك كده قاعد مبسوط وانت شغال. طيب هل يا ترى الموضوع بامبي كده وما فيهوش اي نوع من انواع المشاكل؟ لا طبعا الموضوع فيه مشاكل وهكلمك عنهم دلوقتي. موضوع احتراق الشاشه اللي انا جبتها هي شاشه قديمه، والشاشه القديمه دي جايه بوصله اسمها فيجا او فيجا، والوصله الفيجا دي لفتتني 3 ساعات في سوق العصر عشان ادور على كونفرتر من فيجا ل اتش دي ام اي عشان اعرف اوصلها للكمبيوتر بتاعي، لان الكمبيوتر بتاعي ما فيهوش مكان للفيجا. فاضطريت ان انا تقريبا الف حوالي 3 ساعات عبال ما الاقي الوصله، والحمد لله لما رجعت اكتشفت ان انا خدت وصله غلط، مش هي دي الوصله اللي انا عايزها. رجعت تاني وقعدت ادور على الراجل ولقيته وغيرتها، بس قشطه يعني. لما اشتغلت او لما جبت الوصله المظبوطه هي تمام، هي ستيبل يعني فاهم، ولكن انت ممكن تتعب شويه في التدوير على الوصله دي، خصوصا ان الفيجا دي قديمه قوي، ممكن يعني ما تلاقيش الوصله او الكونفرتر بتاعك بسهوله. ثانيا ودي المشكله اللي انا كنت بكلمك فيها، لو شاشتين مش نفس الريزولوشن، لما كنت بكلمك عن حوار الفول سكرين ريفيو، لو شاشتين مش نفس الريزولوشن هتحس ان انت بتعاني شويه لما تيجي تحاول انت تنقل ويندو من شاشه لشاشه، لان ده الحاله عندي للاسف. فالشاشتين مش نفس الريزولوشن، واحده فول اتش دي واحده اتش دي بس، فلما تنقل شاشه مثلا فول سكرين على شاشه فول اتش دي لشاشه اتش دي بس بتحس ان فاهم الموضوع مش متظبط خالص، الابعاد طبعا بتبقى ضايعه، فانت مانيوالي تادجست الويندو على حسب الشاشه بتاعتك. لو انت الديسك بتاعك صغير زي حالتي، الديسك بتاعي مش اوسع حاجه في الدنيا، وده ادى اني لما جبت شاشه ثانيه حرفيا مساحه الديسك راحت في 60 داهيه، ومساحه الديسك اللي راحت في داهيه دي خلت المذاكره على المكتب حاجه شبه مستحيله وضرب من ضروب الخيال حرفيا. لو انت حاليا معاك شاشه واحده واشتريت شاشه ثانيه او شفت الاسباب اللي انا قلتها مقنعه فاشتريت شاشه ثانيه، تاخد فتره محترمه كده عبال ما تتعود على فكره وجود الشاشه الثانيه دي. فعليا بمنتهى البساطه الموضوع بيبقى غريب، انت ما بتبقاش عارف تبص فين حرفيا، وهتقعد فتره طويله عبال ما تدرب عينك ان هم يجيبوا الشاشتين مع بعض، ولكن صدقني لما تتعود عليهم الموضوع هيبقى لذيذ جدا.
وبكده اكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زرار الجرس عشان كل ما انزلك فيديو ان شاء الله باذن الله يجي لك اشعاره اول باول. ما تنساش كمان لو عندك اي سؤال عايز تساله لي او عايز تكلمني في اي حاجه في الدنيا هتلاقي الكومنت سيكشن موجود عندك تحت، وهتلاقي كمان اللينكس بتاع السوشيال ميديا بتاعتي كلها موجوده تحت الفيديو في الديسكربشن. خش وابعت لي ونبقى اصحاب، وشكرا ليك جدا واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم. Diane, are you there? Diane, I need you. Jack? Diane, thank God, Diane. Okay, Diane, you're gonna save me, right? I called you and you're coming to get me? Jack, why did you call me? I live in Chicago. I can't save you. You didn't pick up. Right. It went to voicemail. Yeah. And then I went back in the pool. It's too late. What's done is done. No. There's nothing I can do, Bojack. I'm not real. None of this is. So what do I do now? Bojack, it doesn't matter. Well, if it doesn't matter, can I stay on the phone with you at least? Okay. How was your day? Good. Yeah. Yeah. My day was good.